سلسلة فن الشموع. تعالوا نستكمل سلسلة فن الشموع. النهاردة هنتكلم على الخامات. تمام. يا ترى ايه الخامات اللي احنا هنستخدمها عشان نقدر نعمل باكج الفندق، باكج الفواحة وشمع الفندق. الاول انا هعرفكم بالشموع اللي احنا بنستخدمها. احنا بنستخدم الشموع الطبيعية اللي هي زي ايه، زي شمع العسل. ثانية هفتح لكم الشموع اللي هي زي شمع العسل، سواء اللي هو لونه اوف وايت اللي هو مش معدل، او شمع العسل الحبيبات برضو بس اللي هو الابيض المعدل عشان يعدلوا اللون بتاعه زي ما انتم شايفين كده، او شمع النخيل ده شكله. احنا هنا في السلسلة هنستخدم شمع النخيل، مش هنستخدم شمع العسل. خلاص، بس تنفع نفس الطريقة بشمع العسل، باختلاف طبعا درجة الانصهار ودرجة وضع العطر والحاجات دي. خلاص، بس انا عامة قلت اقول لكم انا بستخدم ايه في الشغل بتاعي، يعني هو الكورسات بتاعتي. برضو في نوع اسمه شمع العسل الفليكسات، برضو نوع جميل جدا، برضو بستخدمه في الكورسات بتاعتي. تمام. طيب ليه استخدمنا شمع النخيل؟ هنستخدم شمع النخيل علشان خاطر الخواص بتاعته جميلة جدا. زي ما انتوا شفتوا درجات الحرارة الفترة اللي فاتت كانت عالية جدا، فهو من الشموع اللي بتتحمل درجات الحرارة العالية، ما بيسيحش ولا حاجة. وتاني حاجة ان هو كمان سهل التلوين ومحتفظ جيد بالعطر. ده بالنسبة للخامات بتاعتنا في الشموع. هندخل بقى على الالوان اللي هنستخدمها، اللي هي الوان الواكس كريون. ماشي، في اكتر من نوع حلوين. في نوع اسمه ميكي، ماشي، وفي نوع مش عارفة بصراحة اسمه، بس هو دي الماركة بتاعته يعني. والفبر كاسل، الفبر كاسل ده برضو متوفر عندنا في خامات شموع اصلية، هو والشموع بتاعتنا. تمام. والزيوت العطرية. اهم حاجة في موضوع الالوان ان هو يبقى مكتوب عليه واكس كريون، يعني مصنوع من الواكس اللي هو الشمع، او زي كده واكس كريون اهو تبقى مكتوبة تحت، او مكتوب اويل باستلز، اويل باستلز. خلاص، يعني برضو مصنوع من الشمع يعني عامة. تمام. ده بقى اللي هو الزيت العطري. الزيت العطري طبعا في خامات شموع اصلية زيوت عطرية كتير، بس احنا هنا هنستخدم زيت العطر اللي هو الطارد للناموس. ليه يا شيماء؟ عشان هو لما بنشغله قبل النوم بيبقى ليه وضع المهدئ على الجهاز العصبي بتاعنا، فبننام في نوم عميق. بالإضافة إلى إنه كمان يعني بالنسبة بقى للناموس، هو طارد للناموس، هو مش بيقتل الناموس، بس هو بيطرده من الغرفة أو من الصالة أو الريسبشن اللي انتوا قاعدين فيه وشغالين فيه الفواحة. تمام. طيب ده بالنسبة للخامات اللي احنا بنستخدمها. عايزة انوه اخر حاجة على ان الزيوت العطرية لازم تكون طبعا مناسبة للشمع. واحنا بقى في خامات شموع اصلية بنتميز بحاجة كويسة جدا في الزيوت العطرية بتاعتنا، ان هي تنفع للجسم وان هي كمان تنفع للشموع، ما عدا طارد الناموس، بس ما بيستخدمش للجسم، ما ينفعش للإنسان، ولكنه يستخدم بس في ان احنا نحطه للشموع كطارد للناموس، سواء احنا هنعمل جار شمع يعني، او هنعمله فندق، شمع فندق يعني الفواحة قصدي، وشمع الفندق. تابعوا بقى السلسلة دي عشان ان شاء الله هنبدأ الفيديوهات الجاية بقى هنبدأ في الجزء العملي، وازاي نعمل الباكج بتاعتنا، باكج الفواحة وشمع الفندق بشكل عملي.